مكعبات. تمام. لتر شوي بفتيك ب 190 جنيه. تمام. النهارده وبكره عاملين عرض على المفروم الكيلو ب 150 جنيه. تمام. عامل ايه يا حاج؟ منور الدنيا والله. ماشي كده لفت انتباهي على ايدي الشمال ملعب ونادي سيدي بشر الرياضي الثقافي والاجتماعي. هنبتدي جولتنا من محمد نجيب على البحر لمحمد نجيب جمال عبد الناصر. طبعا النهارده الجو جميل، مفيش شتاء. امبارح كان الجو اسوأ شويه. النهارده يوم الجمعه والفيديو ده بعد صلاه الجمعه مباشر. ادي احمد حسنين وسلطنه الامير في محمد نجيب على البحر، وفي ظهرنا كده في شاطئ اسمه شاطئ ايناس حقي. شاطئ ايناس حقي في محمد نجيب على البحر، ويعتبر من تاني احلى الشواطئ اللي موجوده في سيدي بشر عامه على البحر. وفي شاطئ طبعا سيدي بشر 1 2 المميز، وشاطئ عجيبه هعمل له فيديو مخصوص لوحده. لكن احنا طبعا عشان في الشتاء فمفيش حد مهتم قوي بالشواطئ الايام دي، مفيش حد بيجي يصيف. وحتى اللي بيجي يعني يستجم في اسكندريه في الشتاء بيجي يقعد في شقق، ما بيقعدش في الشواطئ، وبيروح اماكن حدائق زي المنتزه والمعموره والكلام ده. المهم هنبتدي جولتنا دلوقتي من محمد نجيب على البحر، وهنعدي السكه لغايه محمد نجيب جمال عبد الناصر. يلا بينا، تابعوا الفيديو للاخر، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتضغط لايك. يلا بينا نعدي السكة وتابعوا معايا الأماكن اللي في الناحية التانية. كده احنا عدينا السكة، ودي بداية محمد نجيب أحمد حسنين بتاع الهريسة، طبعا أشهر من نار على العلم، مفيش حد معرفوش. وادي كبدة الحرش قدامنا اهو. كل ده على يمنا واحنا رايحين جمال عبد الناصر محمد نجيب. احنا كل ده لسه على البحر. على يمنا كبده الحرش واحمد حسنين، وعلى شمالنا كمال سعد بتاع الكتب والشنط والادوات المنزليه. طبعا كمال سعد اهو اللي قدامنا ده بتاع الكتب والشنط وكل ما يخص الادوات المدرسيه وادوات الطلاب. قدام منه اهو بنك القاهره وبنك مصر وابو ظبي والباركن اهو اللي قدامنا. واحنا كده ايه هنكمل اكننا طالعين على جمال عبد الناصر. هنكمل في الشارع زي ما احنا كأننا طالعين على جمال عبد الناصر. ادي بنك مصر اهو. الشباب اللي قدامكم دول كل يوم بيجوا بيحجزوا، ناس بتحجز بالنهار وناس بتحجز بالليل. بيعملوا جمعية مع بعض، يعني كل واحد بيدفع مبلغ مثلا 20 جنيه او 15 جنيه او 30 جنيه حاجة في الحدود دي، او على حسب الوقت اللي هم هيأجروا فيه الملعب. وبيلعبوا بقى مع بعض مطوشة وبيتدربوا. وطبعا الملعب ده شغال الصبح وبالليل. ونادي رياضي ثقافي في سيدي بشر في محمد نجيب على البحر، جميل جدا للرفاهية وللشباب اللي عندها طاقة وعايزة تطلعها. وممكن على فكرة تدخل تقعد تتفرج من غير ولا جنيه عادي. ولو عايز تلعب مع الشباب اللي بتلعب يعني بتدفع معاهم، بتشترك معاهم ب10 جنيه او ب20 جنيه، بتبقى التكلفة كلها على بعضيها 200 جنيه. وطبعا في بيوت سكنية قدامكم كده زي ما انتم شايفين، ولكن مش متضررين في حاجة لان الملعب كله اصلا بيخلص الساعة 7 بالليل. بس ملعب جميل، وانصح حضراتكم وانصح الشباب يجي يتمرن فيه. دي كده دخلت الملعب من بره، والرسم اللي على الملعب من بره جميل، وشكل الحيطة من بره جميل. وهنكمل بقى جولتنا ونطلع على جمال عبد الناصر. كده احنا ماشيين برضو في الشارع، في ظهرنا البحر محمد نجيب على البحر. ستاموني ده كافيتيريا، وفي وشنا جمال عبد الناصر. كده احنا رايحين على جمال عبد الناصر في نص الطريق بالظبط. طبعا الشارع ده مليان محلات ماركات على اليمين وعلى الشمال وكافيتريات وكل حاجه نفسك فيها تلاقيها في الشارع ده. ادي ابو عبده السوري اهو بتاع سندوتشات، طبعا معروف مفيش حد ما يعرفوش. وبافانا، بافانا ده بتاع بيتزات وكريب والكلام ده. وهنا عندنا برضو بعد ابو عبده السوري على طول اول حاجه بتقابلنا ابو عمر السوري.
بعد ابو عبده السوري على طول. المحلات في شارع محمد نجيب ميزتها ان هي جنب بعض على طول. وده يا جماعه الحلبي بتاع الهريسه، ده يعتبر تاني فرع بعد فرع محطه مصر. طبعا اقدم بتاع هريسه على مستوى اسكندريه الحلبي. وهنا هيقابلنا جزارة أولاد الحاج عطية خورشيد في محمد نجيب قبل جمال عبد الناصر على اليمين. طبعا أشهر جزارة أولاد الحاج عطية خورشيد، وليهم كذا فرع. ده الفرع الأساسي اللي في محمد نجيب، جزارة أولاد الحاج عطية خورشيد. وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. طبعا الواجهة مهمة برضو، مهمة الواجهة هتلفت انتباه أي حد. الله يرضيكم ويوسع عليكم يا رب. الله يرضيكم. ايوه الله اكبر، اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. علم جزارة اولاد الحاج عطية خورشيد. الله اكبر ما شاء الله. الاسعار ايه طب يا حاج سريعا كده؟ 190 جنيه. 180 جنيه كيلو اللحمه المكعبات. تمام. لتو شوي بفتيك ب 190 جنيه. تمام. النهارده وبكره عاملين عرض على المفروم الكيلو ب 150 جنيه. تمام. اللحمه 180 جنيه. تمام. جزارة الحاج عطية خورشيد. المكان فين بالظبط في محمد نجيب؟ مكان محمد نجيب الفرع الرئيسي. محمد نجيب على جمال عبد الناصر اهو، الفرع الرئيسي بتاع جزارة الحاج عطية خورشيد. الله اكبر، كل حاجة قدامكم اهو. 180 جنيه الشمبري. السكينة والمستحد مش لعبة أي حد. السلام عليكم. اللي قدامنا ده بقى كده ميدان جمال عبد الناصر محمد نجيب. محمد نجيب في جمال عبد الناصر، في ظهرنا البحر واللي قدامنا دربالة، وعلى شمالنا المندرة وعلى يميننا فيكتوريا. ادي البحر اهو في ظهرنا، الشارع اللي احنا جايين منه ده كده الميدان بتاع محمد نجيب. كشري البرنس اهو في محمد نجيب. طبعا كشري البرنس ده لسه فاتح، ما بقالوش سنتين ثلاثة في محمد نجيب، لكن هو طبعا ليه فروع كتير. بص عامل ايه يا حاج؟ منور الدنيا والله. عصير البدري برضو في محمد نجيب على جمال عبد الناصر، من اكتر بتوع العصير اللي مظلومين في اسكندريه. شكرا صح. كده بقى هننزل اكننا رايحين على المندرة. ادي مستشفى البدراوي في محمد نجيب، والمحلات التليفونات اللعيب وعمارة وصادق يسري بتاع الكاوتش اللي فرع في محمد نجيب وفرع عند سنية جيهان. وادي عصير البدري، وهنكمل كده زي ما احنا ماشيين لغاية لما نوصل عند جزارة السماح والرضا، امام مستشفى جيهان ومحمصة مطروح في ميامي. ادي صيدلية خليل وادي الطيبة. طبعا انا بصور لكم اللقطة دي وانا راكب العربية، فبصور بسرعة يعني. ادي اهو اول جزارة اهي بتقابلنا، جزارة النصر الحديثة. داليدا ده كوافير. وجزارة الطلخاوي لسه فاتح جديد الفرع ده على جمال عبد الناصر في محمد نجيب. وبعد كده طبعا هيقابلنا جزارة اللؤلؤة، اشهر جزارة طبعا جزارة اللؤلؤة. احنا كده طالعين من منطقة مساكن الامريكان في محمد نجيب، واللي قدامنا ده نفق محمد نجيب. وكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو دعمونا باللايك والاشتراك. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.